في حظوظ المنتخبات العربية المشاركة في كأس أفريقيا، في انتظار إن شاء الله جهوزية كل الضيوف بالنسبة لبرنامج الليلة. طبيعي سأبدأ بحظوظ المنتخبات العربية في وسط وجنوب القارة. ربيع، دائما المنتخبات العربية ومنتخبات شمال أفريقيا دائما تجد صعوبات الحقيقة في وسط وجنوب القارة، تقريبا باستثناء المنتخب المصري بقية المنتخبات صعوبات كبيرة جدا لتحقيق اللقب. صحيح، وهذا حتى على مستوى ممكن الأرقام يؤكد ذلك. يعني تقريبا نحن نتكلم عن 20 نسخة ماضية نظمت في جنوب الصحراء، لم يتفوق فيها إلا المنتخب المصري بإحرازه ل3 ألقاب، و3 مرات يكون كوصيف، ثم المنتخب المغربي في مرة وحيدة، لكن تونس والجزائر يعجزان عن تحقيق اللقب. رغم ذلك وصلوا إلى نهائيين، تكدروا نهائي المنتخب التونسي مع جنوب إفريقيا آنذاك في 1996، وكذلك المنتخب الجزائري مع المنتخب النيجيري في 1980 بذلك الجيل الذهبي والاستثنائي. وهنا يعني من خلال هذه الأرقام تتأكد لك على أن المنتخب المصري يتفوق بمراحل عن المنتخبات الأخرى. نسأل عن العوامل، لأنه أعتقد بأن هذه الأرقام ليست وليدة الصدفة، ولحد الساعة ممكن نبحث عن استثناء للمنتخبات، خاصة منتخبات جمال إفريقيا، لتكذب ممكن هذه الأرقام، ونتمنى أن يكون ذلك في هذه النسخة. أنا في رأيي الشخصي هناك عوامل. أولا مسألة التعايش، وهذه تكلمت فيها حتى أنت يا هيكل، مسألة التعايش لفترة طويلة مع منتخبات شمال إفريقيا بدون أن تحدث مشاكل صعب جدا. وأعتقد بأنه من العديد من الأجيال كان دائما هناك مشاكل من خلال لما تطول يعني الفترة التي يكونون في يعني مع بعض البعض. ثم هناك الظروف المناخية اللي هي الحرارة والرطوبة، خاصة وأن العديد من المنتخبات خاصة ممكن الجزائر وكذلك المغرب الذين يعجون باللاعبين مزدوجي الجنسية ومزدادين في أوروبا، يكون هناك جو منعش. وكذلك مسألة الملاعب، نتكلم عن الملاعب تكون جاهزة، لكن لاحظنا أن مع إجراء المباريات إجراء الجولات الملاعب تصبح سيئة، وممكن تفرمل أداء المنتخبات التي تتوفر على لاعبين جيدين مثل الجزائر والمغرب وكذلك تونس. في رأيي الشخصي أعتقد بأن هذه النقطة يجب دائما أخذها بعين الاعتبار، وكما قلت ننتظر أن تتكسر ممكن هذه العملية إن شاء الله في 2025. هذا من نتمناه. على كل طبيعي جدا في انتظار جهوزية ناصر البدوي من تونس وأيضا شريف عبد القادر من القاهرة. سأبدأ بالمنتخب المغربي، سأبدأ بالمجموعة السادسة حتى تكون الامور واضحه، باعتبار ربيع موجود، استاذ محمد الميغودي موجود، ثم نمشيو للجزائر في انتظار جهوزيه بقيه الضيوف. وكان المفروض نبداو بالمنتخب المصري، باعتبار المنتخب المصري هو اكثر المنتخبات العربيه والافريقيه فوزا بالالقاب بالنسبه لكؤوس افريقيا، لكن مش مشكل نغيره حتى يجهز شريف عبد القادر. نبدا بالمجموعه السادسه، ان امكن بوعلام ناخذ المجموعه السادسه، مجموعه المنتخب المغربي. المغرب سيكون في مواجهه الكونغو الديمقراطيه، زامبيا وتنزانيا. هذه هي مجموعه المنتخب المغربي. ونمشي مباشره الاستاذ محمد الميغودي في الرباط. نبقى مع المجموعه السادسه فقط، بعد قليل سنذهب لبقيه المجموعات. نمشي الاستاذ محمد الميغودي من الرباط. استاذ محمد الميغودي، الشيء الواضح والشيء المميز ممكن للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، ولكن أيضا حتى في المجموعة كأنه الأمور ماشية مع المنتخب المغربي، يعني تقريبا في تسلسل بالنسبة من المباراة الأسهل نحو المباراة الأصعب، وهي مباراة المنتخب الزامبي. هذا بالإضافة إلى أنه أول مباراة المنتخب المغربي له أسبقية معنوية على حساب المنافس المنتخب التنزاني الذي فاز عليه المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم. والله عزيزي الكريم، اولا دعني اقف عند ملاحظه مهمه جدا، وانا اسمع الى التقرير للعزيز بوعلام بنزاهه هذا التقرير. نزاهته كانت اكثر قسوه علي حينما اسمع في ترتيب المنتخبات الفائزه بكاس افريقيا كنا ما قبل الاخيرين، وهذا يفرض على المنتخب المغربي، يفرض على كل اسره كره القدم الوطنيه ان تبذل اقصى جهدها، لأن حتى تكون الألقاب في قيمة الإمكانيات المتوفرة لدى المغرب، سواء على مستوى الإمكانيات البشرية والإمكانيات المالية أو إمكانيات على مستوى البنية التحتية. نزاهة التقرير أقول كانت قاسية، وهذا عامل أساسي يدفعنا إلى أن أمارس الضغط الإيجابي على المنتخب المغربي أن يستغل هذه الفرصة، فرصة جيل من المواهب، جيل من اللاعبين المميزين، ليستغلها للفوز باللقب الإفريقي. أنا شخصيا أقول بأن على المنتخب المغربي
وعلى الطاقم التقني للفريق الوطني المغربي أن يتعامل مع كل لقاء أن يتعامل معه بنوع من التركيز، بنوع من التدقيق في كل تفاصيله، وبعدم أيضا الاستخفاف أو الاستهانة بالفريق المنافس. وبالتالي عليه أن يتعامل مع كل لقاء كأنه لقاء قمة، لأن كل الآن طموحات المغاربة هو الفوز باللقب. كل طموحات المغاربة هو ترجمة ذلك التألق بقطر الشقيقة داخل إفريقيا. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى التركيز في كل اللقاءات، وأن لا يستهين بلقاء على آخر ولا بمنتخب على آخر. فزنا على تنزانيا، هذا أصبح في الماضي وأصبح مسجلا في التاريخ. الآن يجب أن نتعامل مع اللقاءات التي ستكون بكوت ديفوار بكل طقوسها، بكل شروطها، وبكل ظروفها. واضح أستاذ محمد الميغودي، مهما كان المنافس بالنسبة للأستاذ محمد الميغودي لا في الأضعف ولا الأقوى ولا تسلسل من الضعيف للقوي ولا أنه أسبقية معنوية. بالنسبة للأستاذ محمد الميغودي بالنسبة للمغرب المهم هو الفوز باللقب. باش نبقى معك ربيع ثم نمشي في التسلسل العادي بالنسبة لدليل البرنامج ونرجع مع المجموعة الثانية مجموعة المنتخب المصري. نبقى معك مع المنتخب المغربي. المغرب اليوم عملت مباراة ودية، فاز على منتخب سيراليون 3-1. يعني الحقيقة إلى حد الآن كل المؤشرات واعدة للمغرب بما فيها المباراة الأخيرة أمام منتخب سيراليون. هي واعدة، وأعتقد بأن تكلمنا في هذا الموضوع خاصة بعد مباراة المنتخب التنزاني. صحيح. لاحظنا ممكن تلك العوامل التي كان يفتقدها المنتخب المغربي كانت حاضرة. ممكن هذا تأثير كذلك المدرب الذي هو أدرى بطبيعة الحال بحكم مشاركته في العديد من النسخ في دول جنوب الصحراء، ويعرف بأن الجودة الفنية للاعبين لا تكفي، بل هناك عوامل أخرى يجب كذلك أن يكون المنتخب المغربي حاضر فيها. نتمنى ذلك، لكن الأكيد نحن نتكلم على أن المنتخب المغربي ذاهب إلى هناك لكي يظفر باللقب، ولكي تظفر باللقب يجب أن تفوز على كبرى المنتخبات الإفريقية، وهذا ما نطمح إليه إن شاء الله، خاصة وأن كل المغاربة بما فيهم مغودي بما فيهم ربيع نحن يعني نتمنى بحكم استغلال هذه الفرصة الجيدة. نتكلم عن جيل وصل لنصف نهائي كأس العالم، ولما لا أن نستفيد من هذا الجيل، وكذلك وأن يكون ممكن سبب مباشر في الظفر بالكأس الثانية لكأس إفريقيا وللمرة الثانية ممكن على التوالي بجنوب دول جنوب الصحراء. واضح كابتن ربيع، العفو على الكل. نكتفي بهذا القدر بالنسبه للمنتخب المغربي. نذكر فقط انه هدفي المباراه اليوم هدفين عن طريق يوسف النصيري وهدف عن طريق اللاعب سفيان بوفيل. 3 أهداف المنتخب المغربي امام سيراليونيا. نحاولوا ان نكون مواكبين ايضا للمباريات الوديه. تقريبا اخر مباراه للمنتخب المغربي قبل مباراه تنزانيا، مباراه الافتتاح للمغرب في كاس افريقيا. ودائما اذكر اننا في نسخه استثنائيه من برنامج الكره العربيه يوم الخميس خصيصا لكاس افريقيا الكوت ديفوار 2023. نرجع وقت نمشيو للمنتخب الجزائري مع حكيم وايضا مع كابتن ناصر البدوي. حكيم، حظوظ المنتخب الجزائري. الجزائر مجموعه فيها انغولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، مجموعه تظهر سهله، ولكن كل هذه المنتخبات على مباراة واحدة بإمكانها أن تحدث المفاجأة، سواء أنغولا سواء موريتانيا أو بوركينا فاسو. صحيح، وحتى المنتخب الجزائري الآن هو أمام المحك، لأنه حاب يحقق الإنجاز 2019 نفس ظروف التحضير هيكل ك 2019. نحن نعرف النسخة السابقة في الكاميرون كانت أجواء التحضير، المشاكل التي عاشها المنتخب الجزائري، أجواء كورونا، كل اللاعبين كانوا في الحجر الصحي خصوصا النجوم محل الزبلايلي. أدوا تحضير سيء لدورة الكاميرون. خروج من الدور الأول كان يعني رجعنا لنقطة الصفر، بعدها خروج من كأس العالم جعل من بالماضي ربما هدف للكثير من المنتقدين. لكن الآن هذه المجموعة إذا تكلمنا على أنغولا واجهناها 4 مرات، الأفضلية لأنغولا هيكل، فازوا علينا مرتين، تعادلنا مرتين. إذا تكلمنا على بوركينا فاسو لعبنا يمكن 12 مرة، 4 مرات فزنا عليهم، 4 مرات فازوا علينا، و4 تعادلات، يعني تعادل على طول الخط. موريتانيا 4 مواجهات فازت الجزائر. لكن هذه البطولة لماذا هي خصوصية بالنسبة لجمال بالماضي؟ لأنها سترسم مستقبل مع المنتخب الجزائري خلال تصفيات ما تبقى من تصفيات كأس العالم 2026. كذلك له مجموعة من اللاعبين لم تكن له أو لم يستفيد من أكثر مجموعة لاعبين مهاريين ثراء في التشكيلة هيكل، خصوصا كذلك التجربة. 13 لاعب بطل إفريقيا 2019
13 لاعب بطل افريقيا 2019 متواجد الان في التشكيله مع بعض اللاعبين الشباب الذين يتالقون في الانديه، امثال عموره، امثال والناس، امثال زروقي، امثال طوغاي. اذا المنتخب الجزائري له كل الحظوظ، لكن ليس مرشحا ابرزا ومرشحا قوي، وهذا اقتبسه على حوار وما قاله جمال بالماضي. دائما لما المنتخب الجزائري يكون مرشح لا يمر الى الادوار المتقدمه. لهذا هو لم يرشح لكن المنتخب الآن الجزائري، حاول ان يخفف الضغط، حاول ان يخرج من ثوب المرشح، ولو ان المنتخب الجزائري سيكون من بين المرشحين لتحقيق اكيد على الورق مترشح بقوه، فنيا مترشح بقوه، ولكن احصائيات والارقام في اخر 3 سنوات هو من بين المنتخبات التي يمكن ان تقول كلمتها، ولكن ليس المرشح الابرز. عدنان، نرجع الحكيم لانه مش يعطيك حظوظ المنتخب الجزائري من خلال الذكاء الاصطناعي، وهذه خاصيه من خاصيه حكيم. دقيقه واحده حكيم، والله شوف، هي الذكاء الاصطناعي فين مش يوصل المنتخب الجزائري في هذه الدوره؟ هي الاحتمالات، كاين 3 احتمالات، اما ان يكون على راس المجموعه، اما ان يكون الثاني او يكون الثالث. لما يكون في اول المجموعه هو في مسار راح يلقى الا في الثمن النهائي الكاب فير او تنزانيا، في الربع النهائي الكاميرون او بوركينا فاسو، في النصف النهائي مصر او المغرب، في النهائي الكوت ديفوار او السنغال. في حاله تاهل ثاني المجموعه، وهذا هو المسار الاصعب، سيلاقي تونس مهما كانت الامور، سيلاقي تونس في الدور الثمن النهائي. لو تونس لا اكيد تونس حتكون الاولى. مش اكيد. معليش انا نتنبأ لها انها حتكون الاولى ان شاء الله، حتى نتلاقوا معها في الثمن النهائي. في الربع النهائي ستكون هناك السنغال اكيد. ما نسيتكش، كمل ما نسيتكش. في النصف النهائي الكوت ديفوار، وفي النهائي اما مصر او نيجيريا، اما المغرب مصر او نيجيريا. اما اذا تاهلنا، وهذا هو المسار الاصعب للمنتخب الجزائري، لانه راح يلاقي الا كبار القاره. لو تاهلنا الثالث مع مصر في الدور الثمن النهائي، مع الشريف راح نخرجوه من الدور الثمن النهائي. المغرب اكيد راح يكون المغرب في الربع النهائي، في النصف النهائي نيجيريا، وفي النهائي السنغال. هذا هو مسار المنتخب الجزائري في كل الاحتمالات في كل الحالات. واضح. وانت حسبتها هكاك بالطريقه، وتونس الاولى هذا مش ذكاء اصطناعي، لا مشكوك في امره. هذوما لي بروبابيليتي، هذه توقعات، هذه الاحتمالات، مش توقعات، هذه الاحتمالات البروبابيليتي عندها قاعده رياضيه، الاحتمالات ولكن هذه الاحتمالات مبنيه ايضا على حاجات معناها ثابته اللي هي مش تكون موجوده. يعني لانه تعرف كاس افريقيا صعب جدا انه اللي تفكر فيه يصير، يعني تونس الاولى، المغرب الاولى، لا في الاخر مش تصير بعض المفاجآت، بالعكس انا على فكره لا اتفائل لما تونس تتاهل اولى، بدليل انه النسخه السابقه تونس احتلت المركز الثالث، فازت في مباراه واحده. صحيح. وخسرت في مباراتين. صحيح. لا نسخه 2019 السنغال تاهلت الثالثه، لعبت نصف نهائي كاس افريقيا امام المنتخب السنغالي واضاعت ضربه جزاء، يعني ما عندهاش معنى كبير الحقيقه. نخلي لك هذه الورقه ونتلاقاو ان شاء الله على مر البطوله. كل احتمالات، باش خلي لي احتمالات. نمشي مباشره كابتن ناصر البدوي، نتحدثوا على المنتخب الجزائري ثم نمشي للمنتخب التونسي. كابتن ناصر، اعتقد انه بالنسبه للمنتخب الجزائري ايضا المؤشرات واعده جدا، باعتبار حتى المباريات الوديه المنتخب الجزائري فاز على البوراندي 4-0 اعتقد، 3-0 فاز 3-0 ايضا في مباراه وديه ثانيه، 7-0 للجزائر. الامور ماشيه. ايضا المنتخب الجزائري يجهز تقريبا لاول مره في بلد قريب جدا من الكوت ديفوار، يعني تقريبا قرأ كل كبيره وصغيره المنتخب الجزائري هذه المره في كاس افريقيا الكوت ديفوار. تحية ليك هيكل، تحية للحضور معك في البلاتو، الحضور الكريم الكل. بالطبيعة المنتخب الجزائري معناتها ظهر لي حظوظه متواجدة ومتحققة، معناتها الحظوظ المنتخب الجزائري ما نجموش نشكوا فيها اثنين. هيكل وقت اللي نحكيو على منتخب جزائري عنده ترسانة من اللاعبين اللي عندهم إمكانيات كبيرة، كي نحكيو على رياض محرز، نحكيو على سفيان فغالي، نحكيو على كيف يوسف البلالي، نحكيو على ملاعبية عندهم إمكانيات كبيرة اللي قادرين يعملوا الفارق، معناتها ملاعبية عندهم إمكانيات كبيرة. لكن شفنا التسريح نتاع جمال بالماضي اللي بالحق قبل الدوره كان اعطاه استحقاق، وكان رشح منتخبات منهم المنتخب التونسي وما رشحش المنتخب الجزائري. هذا كما قلت انت في المداخله الاولانيه كنت نسمع فيك انه نوعا ما يحب ينقص الضغط على الفريق الجزائري. تعرف في وقت من الاوقات المنتخب الجزائري بعد حصوله على الكاس الافريقيه في مصر، تعرف خروجه من الكاميرون، قعدت وكاني به ما بين ظفرين، قعدت
الامور الى حد الان ما تعداتش في الجزائر، وخاصه عند جمال بالماضي. تعرف المباراه هذيك والدوره هذيك، خروجه من الدور الاولاني معناتها خلى المنتخب الجزائري يعمل برشا حسابات. وهو كره القدم عاده هيك نحكيو على التواضع. باهي راهو التواضع في الكره، المنتخب باش ينقص الضغط على المنتخب نتاعو. جمال بالماضي معناتها في اكثر من مداخله كان يقول انه المنتخب مش مراهن حقيقي، لكن انا نعتبر المنتخب الجزائري من الفرق المراهنه حقيقيه على الكاس الافريقيه هذه. واضح. سمعت يا شريف؟ تواضع قال لك جيد. جيد انك تتواضع في كرة القدم، يعني حتى تكون الامور واضحة. باش نرجع لشريف بعد قليل. به نكمل مع المنتخب الموريتاني. تواضع في كاس العالم، ما وصل تواضع في تصفيات كاس العالم. يا شريف انا اكثر شيء يعجبني هو تواضعك الحقيقة يعني. به نرجع الان في التسلسل العادي ونمشي لمصر، ونمشي مع كابتن شريف عبد القادر، وندخل مباشرة شريف في صلب الموضوع. بالنسبة للمنتخب المصري، شاهدنا مباراة ودية كانت للمنتخب المصري امام منتخب تنزانيا، فاز فيها 2-0. ولكن الشيء الواضح بالنسبة لوي فيتوريا مدرب المنتخب المصري أنه ممكن، أعتقد أنه في أمور واضحة في مصر. لما نتحدث على الشناوي أمور واضحة، سيكون حارس الأساسي للمنتخب المصري رغم الإصابة رغم الغياب، ولكن سيكون هو الحارس الأساسي. الثلاثي الأمامي مهما يكون سيكون ثلاثي بارز. متوقع أنه يكون متوقع محمد صلاح، تريزيجيه، وأيضا مصطفى محمد الأقرب، هذا بالإضافة إلى مرموش لاعب فرانكفورت ممكن أيضا يشارك في بعض المباريات. ولكن هذا الثلاثي الأمور والأفكار واضحة بالنسبة لمصر، ومصر لها خط هجوم قوي جدا، ولكن بقات بقية الأفكار خاصة وسط الميدان شريفة، لأنه أعتقد أنه التفكير ماشي أكثر لاستغلال وسط ميدان الأهلي المصري، بالتحديد إمام عاشور ومروان عطية، بالإضافة للنني كمحترف وكلاعب صاحب خبرة كبيرة في المنتخب المصري. في البداية طبعا برحب بيك عزيزي هيكل، وبرحب بضيوفك في الاستوديو وضيوفك عبر الأقمار الصناعية. بالتأكيد طبعا الأمور واضحة، التشكيل الأساسي إلى حد كبير واضح للمنتخب المصري، خاصة في مركز حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، احمد فتوح او محمد حمدي، ده ممكن يبقى فيه بعض الجدل. وسط الهجوم زي ما حضرتك قلت محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه. هي القصه في وسط الملعب بالضبط. المقارنات كبيره جدا، لان الست لاعبين عندهم نفس الامكانيات، عندهم نفس القوه، مؤثرين بشكل كبير جدا. ولكن زي ما انت قلت هيبقى فيه افضليه لمروان عطيه والنني، ومعاهم يا امام عاشور يا احمد سيد زيزو. دول الثلاثي اللي هيبقى عليه، او الرباعي اللي ممكن يختار منهم 3 يكونوا اساسيين في المنتخب في المباريات. يبقى بقى حظوظ المنتخب، وانا هنا بقول لك عنوان خده عندك، ونلتقي يوم 11 فبراير 2024. منتخب مصر بطلا لأمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه. إذا وده لشواهد كتير جدا. يا شريف، أولا يا شريف، أيوة. إذا لم تواجهوا منتخب تونس، أيوة. إذا لم تواجهوا منتخب تونس استيلت مشواركم يعني. مصر تعلم سر الخلطة الأفريقية، في الدبة السوداء يا شريف. مصر تعلم سر الخلطة الأفريقية. يا شريف، تعرف تونس لم تفوز على بوركينا فاسو في تاريخها؟ عادي، سبحان الله. مصر في أفضل حالاتها لا تفوز على تونس. مصر طبعا ما صدقك، ولكن في افريقيا مصر لا تفوز في تصفيات كاس العالم، لكن في افريقيا مصر قادره. اوكي، في تصفيات كاس العالم معاك، لكن في افريقيا مصر تعلم سر الخلطه. رجعك للبطوله العربيه يا شريف، رجعك للبطوله العربيه، ولكن التصفيات ما كانش تصفيات كاس عالم هذيك طبعا. ما كانش المنتخب الاول، ده كان الرديف. معك يا شريف، معك. كان الرديف، ما كانش المنتخب الاول، ما كانش موجود محمد صلاح. وعايز اقول لك خد العنوان ده عندك، وهنلتقي في 11 فبراير القادم ان شاء الله. موعدنا مصر متوجه ببطوله افريقيا. اولا البطوله دي رابع مره هنقابل موزمبيق في دور المجموعات. قابلناهم قبل كده 3 مرات. 86 مصر بطل افريقيا القاهره، 98 قابلناهم في دور المجموعات وفزنا عليهم مصر بطل افريقيا بوركينا فاسو، 2010 قابلناهم في دور المجموعات مصر بطل انجولا 2010.
فدي المره الرابعه، وان شاء الله تكون فأل حسن على المنتخب المصري. وهنا دي المره الرابعه لمحمد صلاح كقائد للمنتخب في افريقيا. وهنا مش عايز انسى المشهد اللي شفناه في نهائي 2021 بين محمود حسن تريزيجيه وهو يبكي في احضان صلاح لما خسرنا اللقب، وقال له المره الثانيه يا صلاح. فدي الثالثه ثابته ان شاء الله باللغه المصريه، ان شاء الله يكون اللقب مصري باذن الله. هو من حقك انا كمحايد، وربيع يضحك هو لهنا، الناس الكل تضحك، طبيعي كل واحد يدافع على حدوده. انا كمحايد باعتباري انا مقدم البرنامج، انا خلاص انا نتمنى وبعدين طول ما الاهلي كويس، طول ما منتخب مصر كويس. مشينا للاهلي، كمل من المنتخب للاهلي. على كل هو المهم يا شريف يوم 11 حياد اي يوم 11، لا قمه الحياد انت. يوم 11 ان شاء الله يكون نهائي عربي بامتياز، هذا ما نتمناه. نكتفي بهذا القدر بالنسبه للمنتخب المصري، وما زلت باش نرجع لمحمد صلاح ان شاء الله بعد قليل، لكن حتى نكسب مازال باش نحكيو على المنتخب الموريتاني ايضا. نمشي للاستاذ محمد الميغودي. على فكره استاذ محمد الميغودي دائما جيني نقد ملاحظات، لماذا دائما يتحدث في المغرب، لماذا لا يتحدث عن تونس؟ الجمهور يحب يسمعك تتحدث على بقيه المنتخبات، نسمعك تتحدث على المنتخب الموريتاني على الاقل استاذ محمد الميغودي، لانه ممكن منتخب موريتاني ايضا مثال جيد جدا استاذ محمد الميغودي، لانه منذ قدوم ولد يحيى اعتقد تغيرت خريطه كرة القدم في موريتانيا، تغيرت المعطيات واصبح منتخب يقرأ له 1000 حسابه. والله عزيزي هيكل، فقط حينما نكون في البرنامج وتكون هناك مواضيع تهم المنتخب المغربي يعني أتكلم عنها، ولكن حينما يتعلق الأمر بإحدى المنتخبات العربية وخاصة منتخبات شمال إفريقيا، فأنا أيضا متابع لهم، ومتابع أيضا للنهضة الكروية التي تعرفها الشقيقة موريتانيا، متابع أيضا حتى للعوامل التي كانت وراء هذه النهضة. صحيح أنها كانت في عهد يحيى ولد يحيى، لأن هذا الرجل استطاع أن يقنع مؤسسات الدولة الموريتانية بأن تستثمر في كرة القدم الموريتانية، ونجح في هذا النضال استثمار الدولة في البنية التحتية، في استثمار الدولة في التكوين، واستثمار الدولة حتى في بناء إحدى الأكاديميات. أنا أعتقد أن هذا الرجل أيضا استطاع حتى بتواجده داخل الأجهزة الدولية، أنها كانت أول بلد يستفيد من الدعم الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، ومن داخل هذه الرياضة المدرسية كانت هناك العديد من المواهب. أنا أقول بأن كرة القدم بموريتانيا تعود إلى 3 عوامل أو إلى عاملين أساسيين، هو أن دولة موريتانيا يعني استثمرت واقتنعت بأن الرياضة هو مشروع استثماري وأيضا فضاء اجتماعي، وأيضا أن هذا الرجل الذي يقود تجربة الرياضة بموريتانيا له أيضا استراتيجية وله أيضا بعد النظر، وأعتقد أن موريتانيا هي في الطريق الصحيح لتكون أيضا ولو في المستقبل من الدول القوية على مستوى رياضة كرة القدم. ونتمنى الحقيقة تأهل المنتخب الموريتاني لأول مرة في تاريخه والخروج من دوري المجموعات، ومنتخب الحقيقة له كل الإمكانيات، شاهدته في ودية تونس يمتلك كل الإمكانيات. نكتفي بهذا القدر، نمشي لمجموعة المنتخب التونسي، مجموعة الخامسة. تونس ستكون في مجموعة ناميبيا، جنوب أفريقيا، وأيضا المنتخب المالي. مجموعة قوية للمنتخب التونسي، ومباراة الافتتاح لتونس ستكون أمام ناميبيا. مباشرة كابتن ناصر البدوي، السؤال الذي يطرح الآن من خلال وديتي تونس، سواء المباراة الأولى أمام موريتانيا أو ودية أمس أمام الرأس الأخضر، تقريبا الأمور واضحة بالنسبة للناخب الوطني في بعض المراكز، ولكن بقى وسط الميدان، لأنه شاهدناه يوم أمس غير في تركيبة وسط الميدان، غير الظهير الأيسر، أصبح علي معلول أيضا لاعب أساسي. حسب رأيك من خلال قراءتك لوديتي المنتخب التونسي، كيف ستكون تونس في المباراة الأولى في كأس أفريقيا؟ هيكل، انا حبيت نقول المنتخب التونسي صحيح في الفتره الاخرانيه كل، خاصه مباراه موريتانيا، كنا شفنا برشا نقد على الناخب الوطني السيد جلال القادري، انه خاصه في تركيبه وسط الميدان. الناس الكل قعدنا نحكيو معناتها اسكو عيسى العيدوني والسخيري معناتها اسكو زوز ملاعبيه ينجموا يتكاملوا، ينجموا يتوظفوا في نفس المباريات، وخاصه كي تحب تلعب نقولوا احنا بنفس هجومي ينجم يعطيك اليات لعب، ينجم يغير في المنتخب.
البارح ظهر لي شفناه غير التشكيل خاصة في وسط الميدان، وخاصة دخول علي معلول اللي بنعرفوه ان علي معلول من الملاعبية اللي قادر يعطي نفس هجومي للفريق. زاد شفنا البارح تركيبة وسط الميدان اللي تمثلت من زوز ملاعبية حسب اعتقادي انا ما بين الياس خيري ونيس بن سليمان اللي كانوا موجودين في وسط الميدان، وشفنا يوسف المساكني هذا حسب المعلومات، بالطبيعة راه ما تفرجناش في المباراة، لكن المعلومات اللي خذيناها من بعض المقربين من المنتخب الوطني اللي كان حكاوا على التشكيل هذا، شفنا حسب المعلومات قالوا لنا انه يوسف المساكني يلعب وراء المهاجم، لعب زاد حمزه رفيعه على اليمين والعاشوري زاد كيف معناتها هذم لاعبين زاد كيف قادرين يعملوا الفارق من الناحيه الهجوميه. شفنا زاد كيف البارح ياسين الخنيسي ياسين الخنيسي بدا المباراه، لكن التركيبه حسب اعتقادي انا اليوم اللي موجوده فيها معناتها في وقت من الاوقات وقت اللي لقينا الصخيري والياس معناتها لقينا فما نوعا ما البطء اللي ما ينجمش يخلي المنتخب يخلق فرص كافيه من الناحيه الهجوميه، لكن ظهر لي البارح اعطت الاكل نتاعها، وظهر لي التوجه اللي باش يمشي في المباراه الاولانيه ضد ناميبيا، خاصه انه المنتخبات اللي نكونوا احقاقا الحق نكونوا احنا من الناحيه الرياضيه متفوقين فيها، لابد انه نعملوا طريقه لعب اللي نجموا نتفوقوا عليها، ما نقعدوش ديما بطريقه التفكير نتاعنا ناحيه دفاعيه ونخموا في الدفاع وما نخموش في الهجوم. لابد ان المنتخب الوطني يلعب الاليات اللعب نتاعنا كما يلزم باش نجموا ننتصروا في المباريات نتاعنا ان شاء الله. هذا ما نتمناه، واعتقد ان مباراه المفتاح ستكون مباراه ناميبيا المباراه الاولى، لانه تونس مطالبه بالفوز في المباراه الاولى امام ناميبيا، لانه بعد ذلك المشوار سيكون صعب نسبيا بمواجهه جنوب افريقيا ومالي. ممكن تونس تستغل مباراه جنوب افريقيا ومالي من اجل تصدر المجموعه من البدايه وتسهيل المهمه من اجل التاهل، وعدم التفكير مثل ما قال حكيم، عدم التفكير في صداره المجموعه، المهم تتاهل بعد ذلك مجرد كل مباراه على حده، لانه الحقيقه انك تفكر في مشوار سهل ممكن تضيع المباريات وتضيع التأهل. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لحظوظ المنتخبات العربية في كأس أفريقيا. الآن سنتحدث على النجوم المنتظرة في كأس أفريقيا والمردود المنتظر من هذه النجوم